السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد للتعرف على مرشحي حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية. معنا اليوم أستاذ فاضل، أستاذ معروف لقطاع عريض من أهالي دائرة الرمل، وهو نائب الدائرة في انتخابات 2005 والنائب الشرعي الذي تم إقصائه بالسيناريو الأمني المعروف في انتخابات 2010. معنا اليوم الأستاذ المحمدي السيد أحمد. مرحبا بحضرتك معنا أستاذنا الكريم. النهارده عايزين نعمل تعارف موسع شويه بنكهه ثوره 25. عايزين نتعرف بحضرتك تعارف يعني يسلك صدورنا بقى. حضرتك كنت نائب الدايره قبل كده وكان تعارف ما كانش شامل وواصل لناس كتيره. نتعرف بحضرتك تعارف شامل النهارده. المحمدي السيد احمد، مواليد 22/11 سنه 60، خريج معهد فن صناعي دفعه 82، بكالوريوس تجاره جامعه الاسكندريه، اداره اعمال. يعني خدت اكتر من دوره سواء في التسويق او في الاداره. عضو مجلس اداره شركه تبقير اكثر من دوره، واصغر عضو مجلس اداره. عضو مجلس محلي محافظه اسكندريه سنه 92. خدت انتخابات مجلس الشعب 2000 وجبت اعلى الاصوات، واوقف الانتخابات لما جبت اعلى الاصوات، وبعد سنتين افرجوا عن الدايره، وتم اعتقال الدايره في انتخابات استدعي فيها 150,000 جندي امن مركزي في دائره الرمل. تم فيها منع فتح المساجد في اليوم ده، أغلقت هذه المساجد، وضرب المؤذن وخادم المسجد اللي اقترب من الأردنات الأمنية. ثم بعد ذلك كانت النتيجة إن مفيش انتخابات، وفي النهاية عينوا 2 من الحزب الوطني، سامي الجندي والله يرحمه جمعة غربة. ثم شاركت في 2005، ودي الانتخابات الوحيدة اللي تم عليها إشراف قضائي كامل، ودي السبب الرئيسي في التعديلات الدستورية سنة 2007. حصلت فيها على أعلى الأصوات، وفزت فيها بفارق أصوات كبير جدا جدا بيني وبين منافسي، وفزت أنا والأستاذ صبحي. ودي بتدلل على إن الدائرة يعني تعرف أهلها كويس جدا جدا. أهل الدائرة يعرفوا يختاروا كويس جدا جدا، عندهم قدرة على تمييز الغث من السمين. مش عشان اختاروني قد من انهم كان عندهم اصرار، وهم كانوا غضبانين لما حدث سنة 2002، فخرجوا ليستردوا حقهم وليؤكدوا إرادتهم وليثبتوا للدنيا ان المواطن الرملاوي بتاع الرمل، المواطن السكندري، مواطن قادر على انه يحمي حقه، وحموا حقه. ولهم مشاهد جميلة جدا جدا في وجود التعنت الأمني. كان لأهالي الرمل مواقف مشرفة جدا جدا، أذكر منها الكثير لكن الوقت لا يتسع. عندي من البنات، عندي من الأولاد 3 بنات، ليا حفيد اسمه مازن. عند حضرتك من الأولاد يعني أحفاد بنات حضرتك؟ أيوه، ليا من الأولاد 3 بنات. الكبيرة خريج كلية حقوق، وعندها ابنها حفيدي مازن لسه رزقنا بيه في شهر 7 في أجمل أيام اللي هي أيام الثورة، ومامته كانت بتنزل معانا في الثورة وكانت فرحانة جدا جدا. فجه هو في أحداث الثورة المباركة ثورة 25. وليا بنت تانية في كلية ألسن، وليا البنت التالتة في ثانية سنة إن شاء الله. تدعوا لها إن شاء الله توفيق إن شاء الله يوفقها. بس ليه عمل في العمل الاجتماعي الحمد لله، يعني لنا خبراتنا ولنا قطعوا بحضرتك في العمل الاجتماعي كان من فترة يعني. أستاذنا كريم، كان دي أول انتخابات حضرتك تاخدها في ظل هذا الجو من الأمن والحرية، أكيد لها مذاق ومشاعر خاصة يعني تختلف عن خوضك للانتخابات السابقة أو الانتخابات السابقة. يمكن شعورك النهارده مختلف عن شعورك لما كنت نازل الانتخابات اللي قبل كده. أنا هعمل مقارنة ما بين حاجتين، يعني هعمل مقارنة في حاجة واحدة في المرحلتين. مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير
ومرحلة ما بعد 25 يناير. مرحلة ما قبل 25 يناير أنا خضت الانتخابات سنة 2010. حصل أكثر من اشتباك، كاد أن يكون اشتباك بالأيدي عشان نقدم بس مشهد لا يحترم فيه أدمية الإنسان، مش أدمية عضو مجلس الشعب، مش العضو اللي هيمثل الأمة، مش النائب اللي هيمثل الأمة. ده هقول لحضرتك كان بيقف الطابور حول مديرية الأمن، بتقف طابور طوله مثلا 3 4 5 6 ساعات على بال ما تيجي بس عند ايه؟ عند البوابه. عند البوابه بتجد متاريس امنيه، وتيجي عند البوابه تلاقي دورك انتهى، تعالى بكره. وانت تحت وهج الشمس، وانت اللي هتمثل هذا الضابط في البرلمان، انت اللي هتطالب له برفع اجوره وحقه، وهتطالب له كيف يعلم ابنه كويس، وكيف تحافظ عليه من الناحيه الصحيه، وكيف تحافظ له على كرامته، انت اللي بتدافع عنه. فهو من اولها بيهدر كرامتك انت. فده مشهد. المشهد ده منذ الذهاب الى مديريه الامن. ده انا عايز اقول لك لا، كم العنت اللي كنت بتيجي تطلع مثلا الفيش. يعني انا لما كنت احب اعمل الفيش كنت اروح اعمله في قسم بره قسمي، عشان عارف ان اسمي اول ما هروح هيبلغ مش عارف ايه وهيتعند. الفيش يعني الجواب لما كنا بنيجي، انا لما كنت بتيجي تاخد جواب من الشركه اللي تقدمه لمديريه الامن، كنت تجد كم اتصالات بامن الدوله عشان يستاذنوا امن الدوله الاول قبل ما يدوني الجواب. فكانت شيء من المعاناه الذي لا يتخيله البشر. ولذلك انا بقول ان من خاض المعارك السياسيه قبل ثورة 25 يناير هذا بطل. هذا الرجل الذي خاض هذه المعركة أو الذي تعامل مع هذه المعركة قبل ثورة 25 يناير يستحق إن الشعب المصري يكرمه، والشعب المصري يقف معاه ويقف هو مع الشعب المصري. يعني حضرتك تؤكد إن القوى الوطنية الشريفة اللي خاضت بشرف وبكرامة قبل ثورة 25 يناير معارك سياسية من أجل رفعة شأن مصر، دي هي القوى اللي المفروض ان احنا ننزلها منزلتها بعد الثوره. طبعا. بس قبل ما هنتكلم على القوى الوطنيه، عايز اكمل الصوره الثانيه لما بعد 25 يناير. انا عايز ابشرك ان انا مثلا رحت طلعت الفيش بمنتهى السهوله، رحت خدت من الاسم بتاعك ولا من اسم تاني؟ لا ما رحتش اسمي، لان كنت عايز يعني اتصور التشبيه اللي هو ما فيهوش البلاك الاسود ده، فرحت اسم تاني. لكن وانا عارف ان انا لو دخلت اسمي دخلت اي حته تاني هيتعمل لي الفيش. وفعلا مجرد ما دخلت حتى كانوا عايزين يطلعوني من الطابور، انا وقفت في طابوري، دي طبيعتي، وقفت في طابوري وخدت دوري، وبعد كده طلع لي فيشي طلوع الصفه العماليه، خروج الجوابات. انا احد المسؤولين في شركتي قال لي انا اول مره هديك جواب بدون ما تتصل. فانا فهمت. فدي الامر الثاني، ان انت دخلت المحكمه، واحد بيقول لك اتفضل اقعد على الكرسي، فبتقعد على الكرسي وهو بينادي عليك الاستاذ فلان، فبتقوم تمضي وتمشي تاخد اصالك، مكتوب في كل بياناتك، كل الورق المستندات اللي انت قدمتها مكتوب. انت كنت بتتحايل في المديريه على انك تاخد البيان اللي انت مقدمه. يعني انا مقدم ورقتين 3 4 5، اديني بيان من 5 ورقات. دي كانت مشكله. ومين اللي مديلك وما يرضوش يمدولك ويديك ورقه فيها اجمالي الورق اللي انت مقدمه 5 ومالكش دعوه. انا يا عم اكتب التفنيده، اكتب شهاده ميلاد، اكتب شهاده المؤهل، اكتب شهاده الجيش، اكتب. لا، انت في المحكمه معاناه. انت كنت قاعد اللي يستقبلك قاضي يعرف قيمه ممثل الامه، نائب الامه، قيمه الراجل اللي هيبقى السلطه التشريعيه، يعرف هذه القيمه ان هو سلطه قضائيه، يعرف هذا المعنى. لكن حقيقه الفرق كبير جدا جدا. لذلك احنا يجب ان نقرا الفاتحه على شهداء الثوره، ويجب ان نستشعر اننا كل المصريين مدانين للشهداء، وان ما بهم من خير انما ينسب الى شهداء هذه الثوره وجرحى هذه الثوره ومصابي هذه الثوره وبيوت الجرحى وبيوت الشهداء، هم كلهم مدنيين. انقل على الجزئيه اللي كنت بتسالني، انا دي حقيقه وانا باكد عليها، باكد بان الشعب المصري ستعد وسمه عار
إذا لم يلتحم مع من دفع ثمنه. اللي دافع عن حقه ودافع عن الشعب المصري، هناك شريك وطني رفض أن تموت مصر في وقت كان الحكومة المصرية بتركع كل الناس وبتستذل الشعب المصري. هناك شريك وطني رفض أن ينحمي، ورفض أن يخفض صوته، ورفض أن يساق، ورفض أن يعطي الدنية أو يداهن أو ينافق أو يتخلى عن مبادئه. قال إن الدين دين وسياسة، قال إن السياسة جزء من الدين، قال إن الحكومة جزء من هذا الدين، قال إن الحرية فريضة من فرائض هذا الدين، قال المساواة بين أفراد الوطن أفراد المصريين، طلب بالمواطنة أن تتحقق ولا تكون نصا في دستور، تتحقق في الواقع إن المسؤوليات تبقى بالكفاءة وليس للديانة ولا للمؤهل ولا للواسطة. الكفاءة هي كفاءة المؤهل، كفاءة الإمكانيات، كفاءة القدرات. هذا الشريح وهذا الفصيل الذي أعطى واعتقل واتسجن وعذب وقال هذا الكلام علني دون أن يتوارى ودون أن يواري، لا يجب أن أنساه، لأنه أخذ الخبرة وعنده صلابة وعنده جلد وعنده قوة في ذاته، يستطيع أن يواجه في أوقات المحن وأوقات الشدائد. ده لابد أن لن تجد فصيل أفضل منه. ما هو واحد يجي لما واحد يتقبض عليه يقعد 5 سنين عشان نزل مرة أصل رئيس الجمهورية، لما يعزل في الحياة السياسية الآن دي مصيبة سوداء. تقصد الدكتور أيمن نور؟ الدكتور أيمن نور هذا نموذج. أنا أدافع هنا عن قضية حق وليس عن قضية مذهبه وفكره ولونه وشكله. الليبرالي علماني. أنا لا أقصد لا ليبرالي ولا علماني ولا إسلامي، أنا أقصد أن هذا الرجل دفع في يوم من الأيام ثمن أنه نافس على رئاسة الجمهورية، فهذا الرجل يحترم في هذا الأمر في وقت كان محدش يستطيع أو لا يستطيع أحد أن يجرؤ أن ينافس رئيس الجمهورية. منافسة حقيقية. منافسة حقيقية. فكون أن هذا الرجل نزل يحمد له. كذلك نواب مجلس الشعب، كان هناك كثيرين من الناس من قالوا ان السياسه حرام وان بلاش نبعد عن السياسه، خايفين على بيوتنا، خايفين على اولادنا، خايفين على كذا، الدين ملوش دعوه بالسياسه. اتهموا من واجه النظام بانه يبحث عن كرسي ويبحث عن حكم ويريد منصب ويريد مش عارف ايه. لا يستوي، لا باي حال من الاحوال.